بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش أنا عارفة اتأخرت عليكم والله في فيديوهاتي وروتيناتي وطبخاتي والحاجات دي كلها، بس معلش غصب عن الواحد والله، حصلت ظروف كده، حالة وفاة فهي اللي عطلت الواحد. المهم، دلوقتي انتوا كنت قايله لكم ان انا الشغل بتاعي اللي هو الجانبي اللي انا بعمله، في حاجات هعلمها لكم في الشغل الليبي، الزي الليبي. تمام، دي حاجه من الحاجات برضو. دي اسمها شكمه. تمام، انتوا شفتوا دلوقتي البدايه بتاعته، هو ده خيط قطان غير القطان اللي احنا بنعمله بيه السوستة والأسمكية خالص، غير الغرزة دي اللي احنا بنعملوها. ده بيبقى أعرض شوية زي ما انتم ما شايفين، وأضخم شوية. بيتعمل بيه الشكمة والدقدقة. تمام، الشكمة دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتبقى في رجل البنطلون من تحت، في ايد الزبون. تمام، وفي صورة موضحة بيبقى في الجنب بتاع السروال. تمام، في جنب السروال بقى بيبقى ايه؟ بنعملوه، بس بنقلبه البنطلون من جوه وبنعملوه، ما بيبقاش من بره. وهو دلوقتي هيوريكم من بره، علشان يوريكم هو معمول ازاي من بره. بصوا، كأنها مسطرة. اهم حاجة ان هي تبقى مسطرة. وانت لما بتيجي تعملي الشكمة كده هوت على ايدك بالخيط، بتبقي واخدة المقاس الطول بتاع السروال، عشان تعرفي انت هتعملي قد ايه. والدايرة بتاعت الكم بتاع الزبون، الاسوره. تمام، عشان تعرفي انت هتعملي قد ايه بالظبط. تمام، والزياده ما تيجي تخيطيها في القماش، الزياده كده ولا كده انت بتقصيها. تمام، مفيش عندنا اي مشكله. ماشي، بصي هو كده هو اتقلب لك السروال، بيوريك ازاي بتخيطي الشكمه في قلب السروال من جوه. ولازم يا جماعه، لازم تبقى مسطره، مفيش حاجه مايله، مفيش حاجه معوجه. تمام، لو لقيتي حاجه معوجه وانت بتعملي، فكي، لان بيأثر في المكوى، بيأثر بعد كده في اللبس. تمام، فما فيش حد طبعا هياخد حاجه بايظه منك. فانت لازم تبقى معموله، بصي زي المسطره كده، هو معدوله بالظبط، سواء في في السروال، او سواء في الاسوره بتاعه الزبون. تمام، السروال بقى من تحت احنا بنعمله حاجه اسمها دقديق، تعملي بقى وهوريها لكم الشكل. ازاي دلوقتي. انا ايه هعملها لك الدقديق ده؟ ايه؟ تمام، هعملها لك على ديت مش مشكلة. خليكم معايا ولا كده استني. دلوقتي، وانا هوريكم دلوقتي وانا يعني انت هوريكم قاعد انا تشتغل على بعمل قطورة. ازاي اهوت، واعملها لكم مم. تبقى بالراحه برضو، فاهماني؟ عشان هو الموضوع بيبقى بسرعه. طبعا انت دي بقى بتدفنيها الاول، فانا هجيبها لكم هنا واوريها لكم. بتخيطيها من هنا، تبداي ده تعملي ايه؟ السروال برضو. تطلعي بالابره من تمام، هنا كده تعملي القطان اول اللي واحده. احنا بنعمله بيه تمام. الاسمكية والسوستة او اللف. بس بتطلعي بقى تمام، في نص القطاز عشان اهو. انتوا العريض فيه مش تمام، واضح والمجرة ازاي دي قدامك. يعمل الغرزة اللي احنا عايزينها بتاعت استني بس الدقدقة. هوريها لك الدقدقة دي الاول. بتبقى بصي عاملة زي حرف قريبة شوية من الأسمكية. فانت مادام بتعرفي تعملي الأسمكية هتعرفي تعملي دي، أو بتعرفي تعملي دي هتعرفي تعملي الأسمكية. تمام، فهو ايه، واحدة واحدة كده هتعرفوا تتعلموا، كل حاجة هتبقى سهلة. معلش الفيديو طويل شوية. هو بصوا بقى هفهمك عشان يبين برضو أكتر. اه، بصوا أنا واحدة واحدة يبقى بخيط مثلا قدامك اهو، لفي كده السروال. وترجعي تمام، تاني على المجرة بتاعتك اهي. بقت قدامك شايفين اهو. الإبرة معمولة ازاي؟ تمام. احنا مكونين نقطعها. عاملينها تاني، مثبتين عليها. تمام، ماشي. نخش بقى نطلع في تاني. القطان اللي تحت. لازم القطان ترجع تاني للمجرى بتاعتك. زي ما قلت لكم السروال مقلوب. تمام، عشان كل ده يبقى من جوه، وبرده كل بيبقى مسطرة، كل مقاس واحد على فكرة. اهم حاجه الاتجاه يعني. مبقاش واحدة اه، صغيرة اهم حاجه المجرى دي تفضل هي اللي هو معاكي، بياخد على السيف الشغل ده هو دوت. اللي بصوا معاكي، يعني انت بتضربي اهو، ما اهو بتاخدش مسافة كبيرة، تلفي، بس عشان ترجعي اعمل ايه للسيف ده تاني اهو. الواو دي. تمام، السيف وبعدين الرفيع ده كل اهو. الواو او الخمسات اللي فوق سهله ديت اهو، انا تضربي هنا هعملها، هيقفلها لكم جنب بعضها دلوقتي. غرزتين بس. بصوا هيقطع الابرة. اه،
وبعد كده ازاي تطلعي تاني جنبيها يمسكوهم في بعضهم عشان ما ينفعش كده اهو، وتلف لفة. لازم يكونوا جنب بعض ومقفولين من فوق. بصي بصي هو في تشو دوت بتاع سكروتة بس مفيش خدام. اه. تمام. بعد ما بتخلصي بقى الرجل مثلا بتاعت السروال بتروحي تخلصي مثلا بتقطعي كل اتنين تجيبها لك من فوق واحدة واحدة. دي طريقة، وفي طريقة تانية برضو أنا تدككيها بقى. هتعلمها، أنا عارفاها. تمام. بتقفليهم كده اهو. مش هتعلمها بس عايزة ايه يعني اشتغل فيها لا شوية كده. عشان برضو أبقى ايه متمكنة فيها. اهو. بصوا الطريقة التانية ان انا غرزتين بعمل وتخش كل على اللي خطوة بعديها. الخمسة ولما اجي غرزتين اعمل الخمسة اللي بعدها واقوم شاكة فيها دايرة. دي سهلة. تفضلي كده داير مجزور لحد ما تخلصي تلاقيهم لزقوا في بعض كده وبقوا ناشفين. حطي ايدك عليها. ازاي؟ ايوه. خلاص. زي اللي في السروال اللي في رجل أيوة. السروال. هحاول والله الايام الجاية ان شاء الله اعملها لكم، وادعوا لنا بتيسير الحال يا رب.